جريمة في الحي الهادئ. إليكم تفاصيل الخبر. تم العثور على جثتي شاب وفتاة وجد مقتولان بطلقات رصاص داخل إحدى فلل مدينة الشيخ زايد. الفتاة تدعى نرمين صلاح يونس، وهي مالكة لإحدى البوتيكات بشارع عباس العقاد، والشاب هو المدعو شريف حسن السويسي. ده أنا دفنه بإيديا دول. إزاي؟ أنت بتنتقم مني يا رب؟ بتنتقم مني ليه؟ أنا ما عملتش حاجة. أيوه، لا عملت. أنا كنت هخون سلوى بس ما خنتهاش. أنا ما لحقتش أخونها. يبقى عشان الفلوس اللي عليا. أيوه، الفلوس اللي عليا. أيوه، بس أنا أعمل إيه؟ ده غصب عني. يبقى عشان قتلتها. أيوه قتلتها. أنا قتلتها. ايه ده؟ افتح يا عبد الصبور! في ايه؟ اكسري الباب معايا! كذاب! ايه اللي حصل يا اخويا؟ انت بتصرخ ليه؟ يا نهار اسود ومنيل! اللي انت عملته في التلفزيون ده ليه كده يا عبد الصبور؟ ده الحاجه الوحيده اللي بتسليني في المرستان اللي انا فيه ده. ليه كده؟ متغاظ من حاجه طلع غله في عين سيمه تانيه. ما تسكتي بقى يا اختي، الراجل شكله فيه اللي مكفيه، ما يغور في 60 داهيه التلفزيون. ازاي يا غرفه 60 داهيه؟ ده الحاجه الوحيده اللي بتسلى بيها. وبعدين يا بنت انت مش ضاربه معايا خناقه امبارح وقلتي انك رايحه بيت جوزك؟ ايه اللي رجعك تاني؟ ها؟ ايه اللي رجعك تاني؟ عشان الجثه اللي كنا فاكرينها بتاعته طلعت مش بتاعته. لو كنت اعرف ان كل ده في شك يا اختي ما كنتش عتبته تاني. بقول لك ايه، دي على وشها بالقلم. انت بتقولي ايه يا بنت انت؟ بقول لها اعتذري لاختك الكباره بتاعتنا. انت هتستطرشيني كمان؟ لا والله ما قصدتش، ما تقولي حاجه يا حاجه. بقول لك ايه يا عبد الصبور؟ اخواتك دول يمشوا من البيت دلوقتي حالا. قوم من قالهم في اي خرابه تانيه. ينيلوكي على خشبه يا بعيده، ما تلمي نفسك بقى يا سلوى، انت مزوداها قوي. لا بقى يا سلوى، ده انت شكلك خلاص استويتي ومحدش بقى قادر عليكي. بس لا يا حبيبتي، لا، احنا ممكن جدا نقطع لك لسانك دلوقتي. تقطعي لسان مين يا بت؟ ده ايه البجاحه اللي انت فيها دي؟ ده انتوا قاعدين في بيتي يا كلاب يا جزم. طب حتى لا 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 ما تقولي حاجه يا حاجه. مالك يا ابني؟ زعلان ليه؟